انت فاكر نفسك ماسك الموبايل دلوقتي، لكن في الحقيقة الموبايل هو اللي ماسكك. انت متخيل انك بتفتح فيسبوك او انستجرام بارادتك، بس في الواقع التطبيقات دي معمولة عشان تسرق وقتك وتشدك من غير ما تحس. السؤال اللي لازم تسأله لنفسك، انت بتستخدم التكنولوجيا ولا هي اللي بتستخدمك؟ زمان التكنولوجيا كانت مجرد أداة، تليفون ارض نرن بيه او كمبيوتر نكتب عليه ورق. دلوقتي بقت جزء من يومنا لدرجة ان احنا مش عارفين نعيش من غيرها. والموضوع ده ما جاش صدفة، لا ده اتخطط له، والشركات دي هدفها انها تخلي عينك على الشاشة طول الوقت. عارف ليه بتفضل تسكرول من غير ما تحس؟ عشان في حاجة اسمها انفينيتي سكرول، يعني الصفحة عمرها ما هتخلص، وكل ما تسكرول تحت بيبقى فيه جديد. المخ تلقائيا بياخد اشاره ان في حاجه تانية هتبقى مسليه، وبيفرز دوبامين، نفس الهرمون اللي بيطلع لما تيجي تاخد جايزه او تاكل شوكولاته. بمعنى تاني اوضح ان التطبيقات معموله عشان تدمنها. طيب ايه رايك في الاشعارات؟ مجرد ما بتسمع صوت نوتيفيكيشن تلقائيا ايدك بتروح على الموبايل. ليه؟ لان الموبايل بقى مربوط بعواطفنا. يعني مثلا بيجي لك اشعار من الشغل فبتتوتر، او اشعار من لعبه فبيبقى عندك فضول، فبقى الموبايل بيتحكم في مودك كله بمجرد تنبيه. وكمان السوشيال ميديا غيرت فينا كتير. زمان كنا نسال على بعض ونزور بعض، دلوقتي بقت لايك وكومنت. بقينا نقيس قيمتنا بعدد التفاعلات. معنى ان بوست جاب لايكات يبقى انا مبسوط، ولو بوست تاني ما اتشافش يبقى اكتئب. يعني احنا ربطنا قيمتنا كبني ادمين بزر لايك. وخلينا واقعيين، كام ساعة بتقضيها على الموبايل كل يوم؟ ادخل شوف السكرين تايم عندك، ممكن تلاقي نفسك 4 أو 5 ساعات بسهولة، ويمكن يكونوا 9 ساعات. يعني شهرين كاملين في السنة قدام الشاشة. وعلشان تفهم أكتر اسأل نفسك، ليه التطبيقات دي ببلاش؟ الحقيقة إنها مش ببلاش، لأ، انت المنتج. بمعنى ان كل لايك وكل بحث وكل صوره بتبقى معلومه بتتباع لشركات الاعلانات، وعلشان كده بتحس احيانا ان هم بيسمعوك. يعني مثلا تتكلم عن جزمه تلاقي اعلان جزمه ظهر لك. والاخطر من ده كله هو التاثير النفسي. احنا طول الوقت دايما بنقارن نفسنا باللي بنشوفه على الشاشات. واحد سافر، واحد جاب هديه، واحد اشترى عربيه جديده. هتبدا تحس ان فعلا حياتك اقل، مع ان في الحقيقه الشخص بيكون شارك احسن لحظه في حياته، مش حياته كامله. بس انت عقلك بيقارن ويقول لا انا اقل منهم. بس خليني اقول لك حاجه، التكنولوجيا مش كلها وحشه، لا ده انت ممكن تستخدمها في الشغل وتفتح لنفسك فرص جديده. ممكن تسمع كورسات او تشتغل اونلاين او تتعلم حاجه جديده. التكنولوجيا زي السكينه، لو استخدمتها صح هتطبخ، ولو استخدمتها غلط هتجرح نفسك. طيب ايه الحل؟ ازاي نتحكم في التكنولوجيا مش هي اللي تتحكم فينا؟ اول حاجه تقلل وقت الموبايل بخاصيه السكرين تايم. اقفل الاشعارات اللي مش مهمه. مش شرط الموبايل يرن في كل حاجه. حط لنفسك وقت محدد، بمعنى انك تحط ساعه للسوشيال ميديا بس، وانك تستبدل وقت معين من على الموبايل بحاجه مفيده. والاهم، اسال نفسك قبل ما تفتح الموبايل، انا فاتحه ليه؟ هل عندي هدف ولا مجرد ملل؟ وفي الاخر، يا اما تكون سيد التكنولوجيا يا اما تكون عبد ليها. الاختيار في ايدك.